هو سيد الناس ده عباره عن ايه؟ جعفر العمده الجزء الثاني واجزاء من البرنس، يعملوا كوكتيل حلو كده يطلع لنا ايه؟ سيد الناس. طب سيد الناس ده ايه المميز فيه؟ ولا حاجه يعني. حتى الموسيقى التصويريه اللي في سيد الناس بالنسبه لي انا مش متعلق بيها. الموسيقى التصويريه اللي كانت في جعفر العمده كانت بص توب وايبك. الموسيقى التصويريه اللي في البرنس ايبك. وفي كل الاحوال ده ستايل محمد سامي، مش هيجي وقت يغيره. انا عارف ان هو كل مشهد لازم الموسيقى تبقى بص هي بطله المشهد وشغاله على الملأ على بطال وكل الكلام ده. هتلاقي ممثلين كتير قوي يعني احمد زاهر واحمد رزق وعمرو سعد والهام شاهين ليله. بس في الاخر ما فيش حد معلم يعني، ما في كل الادوار عاديه لحد دلوقتي. ده حتى رنا الرئيس طلع بدور مضحك بصراحه. الحلقه الاولى مثلا في سيد الناس ما عجبتنيش طبعا. دايما اول حلقه لمحمد سامي في اغلب المسلسلات اللي فاتت كانت لازم خلاص تبقى شاري القصه، بس انا لحد دلوقتي مش شاري حاجه خالص. يعني محمد سامي ما شاء الله داخل ابن فارين السنه دي، اللي هو انت هتتفرج هبقى ترند يعني يمكن بالنسبه لي انا هو استسهل في سيد الناس. رغم شوف ان اللي كتب السيناريو الحوار لسيد الناس ورشه اسمها ورشه قلم، يعني مش هو اللي كاتب، مع انه والله نفس ستايله هو اللي يعني حاسس ان ورشه قلم دي حتى ما اجتهدوش، راح شافوا المسلسلات القديمه بتاعته وخدوا منها وعملوا نفس السكريبت ونفس كل حاجه. يعني هتلاقي السيناريو والحوار اللي في ايش كان حلو ولطيف، متوقع 100%. انت قاعد متوقع كل حاجه هتحصل، وهو بيزك يعني انت عارف اللي هيحصل ايه، ومع ذلك مستمتع جلت بليجر. بس في سيد الناس لا، من اول حلقه كده الدنيا مش افضل حاجه. النهايه بتاعت الحلقه الاولانيه مش بتوحي الحاجه اللي هو خلاص انا عايز اتفرج زي كل مره، زي ما كل حلقه بتاعي لمحمد سامي لازم تحس اللي هو يا ابني وريني الحلقه اللي بعدها على طول. لا مفيش الكلام ده. حتى كمان عمرو سعد مش عامل دور، هو طالع بدور محمد رمضان، يعني هو بيقلد محمد رمضان. ما فيش اي حاجه مثلا تقول لا ده ستايل عمرو سعد، رغم ان عمرو سعد اصلا متمكن من الادوار دي وعملها اكتر من مره، بس انا مش حاسه خالص.